والإطالة ممكن تكون رؤية أو وصية، لا عموما احنا اللي شفنا منها أن 3 أرباعها تحقق على الأرض وما زال إلا ربع الأخير منها. هي في بعض يقول رؤية وبعض يقول وصية وبعض. عموما حنقراها كيف ما أنا لقيتها قدامي وموجودة، يعني كيف ما مش حنغير فيها شيء، يعني حنقراها عليكم كيف ما لقيتها، وممكن نشرح الحاجات البسيطة اللي فيها اللي مش واضحة. شنو تقول هي؟ المرة الثانية نعودها هذه. تقول يجيكم ولد بدوي من تحت الإبل، اسمعوا يا نكرة. طبعا الكلام هذا ليكم انتم يا مجوس، ليكم الكلام هذا مش الأحرار. ايه لأن الأحرار ما يعرفوش الخيانة، والكلام موجه للي خان، للي يخون يعني من هم. المهم تقول يجيكم ولد بدوي من تحت الإبل يحكمكم 40 عام، يجي فيكم كيف ما يبي فيكم وتاخذوا تحتك كيف الخدم، وانتم خانعين خايفين، انتم كيف الكلاب عشان الحرام، ترحبوا على الجاي وتنفوا على الماشي، وهو عرف طبكم، وكيف ما خنتوني بتخونون، وهذين عوايدكم من جيل لجيل، وتطلبوا العون من الكافر. وعامين وانتم حايسين والدم للركب في كل شعبة ووادي، وتحصلوا حصلة الشبكة بالسدرة. يا أهل الوطن، الكافرات بعد الفاجرات، والغادرات بعد الخاسرات، والزوات بعد النزوات. إن بعثتكم إلى ثغوركم غلبتم وخنتم، وإن آمنتم ارتجبتم، وإن خفتم نافقتم. لا تذكرون حسنة ولا تشكرون نعمة. هل استخفكم ناكد، أو استغواكم غاوي، أو استنصركم ظالم، أو استعطفكم خالع، إلا اتبعتموه وآتيتموه ونصرتموه وزكيتموه. هذا الجزء الأول كل يعني هذا 3 أرباع اللي شفناه كله، يعني أو يعني قدام يعني على أرض الواقع. وبعد عامين الربع المتبقي الأخير، وبعد عامين يرد عليكم صاحبكم. أين صاحبكم هذا اللي خنتوه، اللي عارف طبكم؟ يرد عليكم صاحبكم الأول، يكملكم على شفار الحديد، شاك الخضايا زوارة، ويا زاوية مبشرك بالهم، وجنزور هي الإشارة، ويا طرافلس يا حفرة الدم، في قدام الركب، ويا ويل إني أنساه وزر طرافلس من شليوني بن غيلان، تركبنا حسايا، والعشار بينبنى ويعمار، والسلاح يبدا غمار غمار، والمال يقل من يلم، الغرب يهد والشرق يشد، والملاقاه في راس حمد. يا عيد يا عاشوراء.